سادتي وسيداتي، طابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والاستهلال كالعادة بأبرز العناوين. جهود لتوسيع زراعة الموز في القاشبركة. تشييد مشروع لمياه الشرب في قافات. برنامج تعليم الكبار يتيح فرص تعليمية لعدد كبير من المواطنين في القاشبركة. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها لمواجهة أي عدوان. كوستا وفوندرلاين في الهند سعيا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة. غرق سفينة تقل مئات الركاب في الفلبين ومصرع عدد منهم. السلام عليكم ورحمة الله. يبذل المزارعون المنخرطون في تنمية البساتين على طول وديان القاش وبركة جهودا كبيرة لتوسيع زراعة الموز. وأوضح مسؤول وحدة تنمية البساتين السيد زيناو تسفى برهان في إقليم القاش بركة بشكل عام ومديريات أغردات ودقة وهيكوتا وتساني بشكل خاص تتمتع بمناخ وخصوبة تربة ومياه جوفية ملائمة لزراعة الموز، وإنه يتم زراعة 1200 هكتار بالموز. وقال إن أساليب المزارعين وأنواع الموز التي يختارونها ونقص الإمدادات الأساسية من بين التحديات الرئيسية للعمل، ونصحهم بالعمل الجاد على إعداد حملات مدعومة باحترافية وتقديم منتجات مختارة وغنية. وقال إنه تم زراعة 580 هكتار من الموز في مديرية دقة و300 هكتار في مديرية أغردات و220 هكتارا في مديرية تسني. من جانبهم حث المزارعون على دمج مرافق طهي الموز في مكان قريب إلى المزارع والنظر في التخزين البارد وإدخال طرق للتواصل مباشرة مع المستهلكين لضمان إمداد عادل لهم. وبحسب الوثائق الزراعية يمكن الحصول على متوسط 175 كنتالا من الهكتار الواحد، على الرغم من أن مساحة زراعة الموز وإنتاجه لم يزد بالقدر المتوقع. تم تشييد مشروع لتوفير مياه صالحة للشرب في ضاحية غاغات التابعة لمديرية دكمحرة في 20 من يناير الجاري. قام به مشروع الدهلو رقم 2، وشمل المشروع 3 محطات للتوزيع وخزان بسعة أكثر من 130 متر مكعب من المياه ومدى 6 كيلومترات من الأنابيب. وفي إشارة إلى استخدام المياه، حث مدير مديرية دكمحرة السيد إيمان أبرة حث السكان على استخدامها بشكل صحيح، لأنها نعمة عظيمة أن تتوفر المياه النظيفة على عتبة منازلهم، وإنها خدمة تؤثر بشكل وطيد بالحياة اليومية وتلك النفسية للجميع. وذكر مسؤول مد شبكات خدمات المياه سيد شيشاي تسفاي بدوره إن النساء على وجه الخصوص ظللن يتحملن عبئا ثقيلا، وحث وذكر المواطنين بضرورة إدارة إمدادات المياه بشكل صحيح. وأضاف مدير ضاحية حرين السيد سفونياس أرعيا إن سكان غاغات كانوا يضطرون في السابق إلى المشي لمسافات طويلة للحصول على مياه الشرب، وإنه تمكنوا اليوم من شرب مياه صالحة على عتبات منازلهم. وأشار السكان إلى أن المشروع قد خفف من وطأة حياتهم اليومية. أتاح برنامج تعليم الكبار الذي يشمل القضاء على الأمية وبرنامج عريوت والدروس المسائية فرصا تعليمية للعديد من المواطنين في إقليم القاشبركة، وذلك بحسب ما ورد في اجتماع تقييمي عقد في 23 من يناير. وفي حديثه في الاجتماع الذي عقد لمراجعة البرامج المنفذة من عام 2016 إلى 2026، قال مسؤول برنامج تعليم الكبار في الإقليم السيد إسحاق يوسف إن أكثر من 10,000 مواطن استفادوا من برنامج عريوت و15,000 من برنامج القضاء على الأمية خلال 10 سنوات. وقال إنه فيما يتعلق بالعمل المنجز بحلول عام 2025 فقد تم الوصول إلى 156 محطة من محطات برنامج عريوت و375
محطة للقضاء على الأمية بحلول عام 2025، مضيفا أن هناك 268 قرية لم يتم الوصول إليها بعد. وقال مسؤول فرع تطوير وتخطيط مناهج تعليم الكبار في وزارة التربية والتعليم السيد تكابو أيموت إن معدل الأمية كان مرتفعا في منطقة القاشبركة أو إقليم القاشبركة حتى عام 2008، لكنه انخفض بشكل كبير بفضل الجهود اللاحقة. وفي كلمته الختامية حث حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي الإدارات للقيام بدور فاعل في إيصال برامج تعليم الكبار إلى جميع القرى وتنفيذ البحوث التي أجريت على المستوى الابتدائي. أشار مسؤول فرع تأجير المساكن في الإقليم الأوسط السيد برهان التسفاي إلى أنه ينبغي على أصحاب المنازل إبرام اتفاقيات قانونية مع المستأجرين ودفع ضرائبهم في الوقت المحدد. وذكر أصحاب العقارات بضرورة تسجيل المستأجرين بشكل صحيح وإبرام عقود قانونية وفقا للوائح. وذكر إن العلاقات بين الملاك والمستأجرين أصبحت في مستوى أفضل، مضيفا أنه يجب على المستأجرين دفع الإيجار في الوقت المحدد وعدم القيام بأي أنشطة غير قانونية في منازلهم المستأجرة، كما يجب على الملاك تقديم إيصالات الإيجار ودفع الضرائب في الوقت المحدد. كما أوضح أن مكتب الإيجارات لديه السلطة لاتخاذ إجراءات وفقا للقانون إذا مارس الملاك ضغوطا على المستأجرين تتجاوز نقاط الإخلاء الستة المسموح بها بموجب لوائح الإيجار. وحث السيد برهاني الملاك والمستأجرين على تجنب الأنشطة غير القانونية، قائلا إنه قد يكون هناك ملاك ومستأجرون لم يوقعوا عقود إيجار بشكل رسمي. استشهد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والمجلس الوطني المناضل موسى حسين نائب الذي ظل يخضع للعلاج في داخل البلاد وخارجها اليوم 26 من يناير عن عمر ناهز 77 عاما. التحق المناضل موسى نائب بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1975 وناضل ضمن حرس الثورة حتى عام 1990 حتى وصل إلى منصب مسؤول قسم، وبعد الاستقلال شغل منصب مدير مدينة مصوع ومدير مدينة كرن وعضو اللجنة التنفيذية للجنة الدستور الإريترية والنائب العام الإريتري، ثم عمل كمدير عام قسم التعليم العام في وزارة التعليم حتى تاريخ استشهاده. المناضل موسى حسين نائب رب أسرة وأب ل5 أبناء، وستقام مراسم تشييعه في تمام الساعة 10 من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 27 من يناير في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة التعليم عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل موسى حسين نائب وتتقدم بخالص التعازي إلى عائلته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على جاهزية كوبا لمواجهة أي عدوان أمريكي قد تتعرض له، تزامنا مع إجراء الجزيرة تدريبات لتأكيد جاهزيتها العسكرية. جاء ذلك خلال تحذيرات بعد تحذيرات أطلقها دونالد ترامب في يناير لوح فيها بمصير مشابه لفنزويلا إذا لم تبرم هافانا اتفاقا مع واشنطن. وأشرف دياز كانيل على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز وكبار الضباط. وقال الرئيس الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إن الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أن تضطر الإمبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا. وكانت لجنة الدفاع الوطني التي يقودها دياز كانيل اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر لتقييم جاهزيتها للحرب وفق بيان أورده الإعلام الرسمي. وصل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى الهند وسط مساعي الاتحاد الأوروبي ونيودلهي لإبرام اتفاقية للتبادل الحر تتويجا لنحو عقدين من المفاوضات. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هذه القمة 16 بين الجانبين ستكون فرصة للبناء على الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مختلف مجالات السياسة الرئيسية. ومن المتوقع أن تصبح الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان
رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام وفقا لصندوق النقد الدولي. لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث غرق سفينة كانت تقل 342 راكبا في جنوب الفلبين وفقا لما أفادت به مسؤولة محلية. وقالت رونالين بيريز مسؤولة الاستجابة للطوارئ في باسيلان لوكالة فرانس بريس إنه تم إنقاذ 138 شخصا على الأقل حتى الآن. وأعلن خفر السواحل الفلبيني أنه ينسق لإمداد مركزي في جنوب مينداناو بالمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وتعد حوادث غرق هذا النوع من السفن المعروف بالعبارات أمرا شائعا في الفلبين، الدولة الأرخبيلية التي يبلغ عدد سكانها 116 مليون نسمة. أفاد مركز الأبحاث في مجال الطاقة أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية أنتجت في عام 2025 كهرباء أكثر من محطات الوقود الأحفوري في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لأول مرة في التاريخ، في خطوة توصف بأنها علامة فارقة في تحول القارة نحو الطاقة النظيفة. وبحسب تقرير إمبر بشأن وضع الكهرباء في أوروبا، شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية معا نحو 30% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في 2025، في حين بلغت حصة الوقود الأحفوري بما في ذلك الفحم والغاز حوالي 29%. وظهر التقرير أن حصة الفحم من توليد الكهرباء هبطت إلى 9.2%، وهو أدنى مستوى تاريخي في الاتحاد الأوروبي، مواصلة اتجاها تنازليا بدأ قبل سنوات مع تراجع واضح في الاعتماد على هذا المصدر عالي الانبعاثات. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. جهود لتوسيع زراعة الموز في إقليم الجاشبرك. تشييد مشروع لمياه الشرب في غوغات. برنامج تعليم الكبار يتيح فرص تعليمية لعدد كبير من المواطنين في الجاشبرك. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها لمواجهة أي عدوان. كوستا وفوندرلاين في الهند سعيا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة. وغرق سفينة تقل مئات الركاب في الفلبين ومصرع عدد منهم. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.